السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله طبعا كلنا بنبقى يعني أحيانا كده بنبقى ملناش نفس للأكل أو بنجوع بالليل، أو يعني هنعمل أكلة كده بسرعة سريعة جدا ومش هتاخد معانا وقت خالص. معانا رغيف عيش زي ما احنا شايفين، معانا واحدة بيضة، واحدة طماطم، واحدة فلفل. هنشوف هنعمل فيهم ايه كده ونقول بسم الله توكلنا على الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. كسرنا كده البيضية وقطعنا الفلفل مع الطماطم، وهناخد بقى معاهم شوية فلفل اسود عشان زفارة البيض. هناخد شوية ملح، بس كده. هنبدأ بقى نضرب كل دوت. هنجيب شوكة هننزل بقى بالفلفل مع الطماطم ونقلب كل ده مع بعضه كده. وتعالوا بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه سوا. ناخد قطعة زبدة على النار كده، نبدأ كده نسيحها كلها سوا. تعالوا بقى ناخد البيض بقى نفرده كده. بالشكل دوت. نبدأ بقى ناخد الرغيف بتاعنا نضغط كده عليه عشان البيض والجبنة يتماسك فيه كده، ونبدأ بقى نقلبه. وقلبناه بالشكل دوت. نبدأ بقى نهدي النار شوية عشان يستوي من تحت. هناخد بقى شوية جبن على الوش كده. اي جبن عندك، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، او جبنة رومي. ونبدأ بقى كده. ده نقدر نقول عليه بيتزا، نقدر نقول عليه جوع اخر الليل، اي مسمى، المهم ان هو يتاكل في الاخر وخلاص. يبقى جميل كده، وهتحسي بقى انك انت ده هيشبعك جدا ومغذي. هنبدأ بقى نغطيه. هنغطيه بقى لحد ما الجبنة تسيح تحته والعيش يبدأ بقى يقرمش تحت. وادي الرغيف بتاعنا اتحول لبيتزاية. تعالوا بقى نقطعها بالشكل دوت. سامعين العيش بيقرمش ازاي، والجبنة ساحت ما شاء الله، جميلة هي. شايفين الشكل؟ ادي الجبنة سايحة ما شاء الله، تحفة. مع شوية خيار كده. ده شكلها، مخدتش معانا اي وقت خالص. ممكن تعمليها طبقتين، يعني تحطي كمان رغيف زي ما احنا كنا عملناها قبل كده. هي ده شكلها، ومش محتاجة اي حاجة خالص، مع شوية بقى خيار. وده كان فيديو النهاردة، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.